السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده كان صوت الموتور أول ما فكيناه عشان نحل. طبعا الكربيراتير كان محتاج تنظيف، نظفنا الكربيراتير. هنبدأ مع بعض مشروع كامل من الصفر. احنا عملنا ايه وايه كسبب الدخنة بتاعتنا. طبعا سبب الدخنة كانت شنابر البيستم زي ما انتم شايفين معانا بالمنظر ده. السبابات طبعا ضايعة خالص، الجوانات متدمرة تماما. عملنا تنظيف للجوانات، جبنا بيستم جديد، جبنا شنابر جديده وقسمنا تقسيمه الشنابر، نظفنا عمود الكاميرا، نظفنا الشواكيش كانت سليمه مش محتاجه تغيير. الكاتينه، شداد الكاتينه كانوا سلام مش محتاجين برضو اي تغيير. تمام، ظبطنا كل النظام ده كله، حتى الشميزه كانت سليمه مش محتاجه ان احنا نغير الشميزه. طبعا حطينا زيت موتل 1040 للسكوتر، ده مخصص للسكوتر. وجبنا طبعا بيستم دبل زائد للسكوتر زي ما كان موجود قبل كده. نظفنا الصباب وعملنا له اختبار بنزين وميه عشان نشوف الصباب عامل ازاي. بعد لما عملنا لهم رودي نظفنا بقى الشميزه وظبطنا التفصيل بالكامل عشان نحط الشميزه مظبوط، ونحط الصبابات الجديده اللي احنا جبناها عشان كان في تسويب زيت، ونحط البيستم الجديد بالشنابر بتاعته. طبعا مهم جدا 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 الجلده اللي بتقفل على جوز الصباب، دي مهمه جدا جدا. طبعا السكوتر زي ما انتم شايفين معايا كان مفكوك بالمنظر ده عشان نبدا نصاين كل حاجه. عملنا وديل الصباب، حطينا الصباط ممتاز، عملنا اختبار للصباط، ظبطنا الشميزه واختبرنا البيستم جوه الشميزه البيستم، وظبطنا برضه تقسيمه الشنابر للبيستم الجديد اللي احنا جبناه جوه الشميزه. طبعا برضو صفينا الزيت عشان نحط زيت جديد، وظبطنا برضو الايه المغناطيسه مع التوصيلات الخاصه بتاعه الملف اتاكدنا عليها. طبعا كل الكلام ده كان سهل. عملنا تفصيله بتاعه الدينامو، ظبطناها وظبطنا مفتاح الدينامو كويس قوي، اتاكدنا ان الدينامو شغال. كمان فكينا مجموعه الكلاتش الخلفي، اتاكدنا من السير، الكلاتش الامامي، الكلاتش الخلفي، كل حاجه اتاكدنا منها. مجموعه الدفع الخلفيه او الدفع الخلفيه للسكوتر بالكامل اتاكدنا منها ان هي سليمه ومفيش فيها اي مشكله، وخصوصا بقى السحب. كمان الكربيراتير ظبطناه ونضفناه ووصلنا توصيلاته بالكامل. عملنا تشيك على الملف، وعملنا تشيك على المروحه، وعملنا تشيك على المغناطيسه، وعملنا تشيك على كامل الكهرباء الخاصه بالسكوتر سواء في الضفيره من قدام او سواء في الجزء الخلفي من ورا. كمان اتاكدنا من الالكتروني، اتاكدنا من الرداخ طبعا رقم واحد مهم جدا جدا في ضخ البنزين وسحب الهواء. اتاكدنا من الكربيراتير ان هو بيشفط بنزين، واتاكدنا من حوض الكربيراتير، واتاكدنا من دخول البنزين للكربيراتير لان اهم حاجه نتاكد من وصول البنزين. طبعا الكتروني اتاكدنا من توصيل الالكتروني مهمه جدا جدا، وبند التكرير. واتاكدنا كمان ان في كهرباء طالعه من البوجيه عشان نتاكد ان المكنه وصل لها كهرباء 100%، لان طبعا المكنه اصلها ميكانيكا وكهرباء. طبعا دي رقم واحد. دي رقم اتنين ميكانيكا. رقم تلاته البنزين، لازم يبقى فيه بنزين طالع للمكنه عشان المكنه تدور. كده الحمد لله دورنا المكنه صالونسيه، ظبطنا مسمار الهواء، ظبطنا التكيهات عشان كانت محمله ظبطناها على اعلى مستوى، ظبطنا مسمار الهواء. بصوا معايا الكاوتش ما بيتحركش. طبعا الكاوتش كان بيتحرك لوحده وهو واقف في مكانه، دلوقتي الحمد لله ما بيتحركش اهو. وزي ما انتم شايفين الكاوتش الخلفي شغال على اعلى مستوى. ده الشكمان طبعا كان بيطلع دخنه بيضه، دلوقتي منعنا الدخنه بعد النص عمره اللي احنا عملناها في الموتور. مفيش دخنه خالص اهو في المكان، عشان بس الناس تقول لي كان في دخنه في المكان اهو. مفيش اي دخنه في المكان، الموتور واقف صناصير بفضل الله عز وجل. وادي شحن البطاريه، وادي البنزين، كل حاجه تمام. تعالوا كده نزود بنزين ونشوف هيحصل ايه. نزود بنزين اهو. زي ما انتم شايفين العجل بيلف مع البنزين. طبعا المكنه كانت واخده هواء وما كانتش مظبوطه صالونسيه، ظبطناها صالونسيه وبدات تقعد زي ما انتم شايفين معايا على الصالونسيه من مسمار الهواء. طبعا كل التوصيلات مظبوطه تمام الحمد لله. كل حاجه تمام، الله ينور، شغل ممتاز 100%.